السلام عليكم. الله يرحم الشاب اللي مات وهو يؤدي عمله، سائق ان درايف اللي مسير طيبي وقعوا في ضواحي النواصر. الله يرحمه ويوسع عليه، خلى موراه عائله فاجعه تعاشت، تزاد على فواجع وحده اخرى اللي متعلقه بان درايف، منها السائق ديال ان درايف اللي تحكم عليه ب 15 سنه بتهمه محاوله اغتصاب شابتين، عميد الشرطه الممتاز اللي تحكم عليه ب 8 شهور ديال الحبس، واربعه ديال السائقين ديال الطاكسي. مشاكل كثيره كتجعلنا نتسائلوا على التاخير اللي كاين في وضع اطار قانوني لعمل هاد الناس، وضع اطار قانوني اللي يقدروا هما يخدموا فيه بامان، ومالين طاكسيات هما ما يضروش بحقوق ديالهم، ايجاد حل وسط، ما يبقاش هادشي مطلوق غير هكاك. الوضعيه اصبحت خطيره والوضعيه غير عاديه، لانه تقريبا في كل دول العالم ان درايف ولا بولت ولا اوبر ايت ولا اي شركه من هاد الشركات ولا كريم خدامه باطار واضح. كنقولوا في اسبانيا ولا في فرنسا كتقدر تشد طاكسي، كتقدر تشد ان درايف، عندك الاختيار، تقدر تشد طوبيس، اي حاجه. فهاد البلوكاج اللي كاين قانوني وهذا الحل اللي مازال ما جاش، يقدر الى تعطل يزيدوا يكونوا كوارث وحده اخرى اكثر. الله يرحم هذاك الشاب، وكنتمنى من خالص قلبي، انا عندي ثقه كامله في المسؤولين انهم غادي يحركوا الامور وغادي يلقاو حلول، لانه ما يمكنش حنا نبقاو نعبدوا الضحايا. وجاينا مناسبه كبيره اللي هي كاس العالم، وهذوك الناس نبقى نشرح لهم بانه ان درايف حق راه كيوقع دابا مشكل مع الاجانب، بزاف ديال الاجانب اللي كيجيو ما كيفاش نشرح ليه بانه غير قانوني انه يركب مع واحد في ان درايف والابليكاسيون خدامه. راه هادشي غريب شي شويه الصراحه.